54 عام. 54 عام وما مشات حتى شي رحله للقمر، وفجاه جالسين ما علينا ما بينا حتى قال لك اسيدي لا نازا طلعت واحد المركبه للفضاء، وفرمشت عين العالم كامل رجع كيهضر على هذا الحدث. اخبار في التلفازه، الفيديوهات في تيك توك، فيسبوك، اليوتيوب، فين ما كدور كتلقى كلشي كيهضر على هذا الموضوع. humanity and to inspire the world through discovery. And here we go. في الحين نتوما عارفين دابا شنو واقع في الشرق الاوسط، ما علينا ماشي هو هذا الموضوع ديالنا. المهم خبار في راسك، هذه الرحله كتعتبر من اهم الرحلات الفضاء حاليا، حيت دازت اكثر من 50 عام وما مشات حتى شي رحله للقمر ولا غير دازت من حداه. وفق وكالة ناسا لم يشهد الفضاء أي هبوط مأهول للبشر على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما، وذلك اكيد يقدر يجي دابا شي عالم في كومونتير ويقول لي خي سلامي راه ديجا مشاو للقمر، ماشي مره ماشي جوج. صبر بغيت نسولك، واش عمرك سولتي راسك شكون اللي كيعطيك هاد المعلومات، ولا شكون كيقرر شنو خصك تعرف وشنو خصك تشوف ولا شنو ما تشوفش؟ وبزاف ديال الاسئله كيدوروا لك في راسك وفي راسي. هادشي ناهيك على النظريات اللي كيكذبوا انه جامي وصل شي واحد للقمر، وان الارض مسطحه ماشي كرويه كما تيقولوا، وزيد. جيب شي حاجه تشربها وركز معايا، حيت في هذا الفيديو غادي تعرف بزاف ديال الحوايج، كيفاش كتاثر فيك هاد الاخبار وكيفاش كتولي حاله الناس ملي كيسمعوا هاد الاخبار وما كيعرفوش واش يتيقوا ولا يكذبوا، وشنو هي الحقيقه العميقه من هاد السيناريو كامل، وشنو الهدف من هاد الرحله، وزيد. فضلا وليس امرا، الا كنتي ما مشتركش اشترك في القناه وما تنساش خلي شي لايك وخلي شي كومونتير زوين في حالك. ليتس جو نبداو. دابا بغيتك تركز معايا وحل معايا دماغك مزيان. كتكون جالس كتسكرولي ما عليك ما بيك حتى كتشوف شي فيديو على صعود البشر الى القمر وكتصدقوا، شويه كتشوف شي فيديو اخر كيكذب هذه النظريه اللي هي نظريه صعود البشر الى القمر، وحتى هو كتصدقوا وكتبقى دايخ مره مع هادو ومره مع هادو. ولكن السؤال المهم، واش انت ما عندكش الراي الخاص بك؟ يعني شنو كتقول في هادشي اللي واقع؟ كنعرف واحد صاحبي كل نهار كيشوف الفيديوهات ديال المؤامره، مره يقول لي الارض مسطحه، مره يقول لي خي سلامه شفت واحد الفيديو ديال واحد المجموعه مشاو للقطب الجنوبي ولا ما عرفت القطب الشمالي وداروا شي تجربه، وحقا يمكن على ما شفت هذيك التجربه اللي داروا يمكن الارض باللي راه كرويه. دابا هذا ما يحمقكش. وحتى هذا الموضوع اللي كنهضروا عليه دابا ديال صعود البشر الى القمر راه ديجا فايز قال لي باللي راه هذاك الشيء كامل غير كذوب وعمرهم طلعوا للفضاء ولا طلعوا للقمر. ودابا مع هذا الشيء كامل اللي واقع على هذه القضيه صعود البشر الى القمر راه مازال ما تلاقيتوش. علم الله شنو غادي يقول لي هذا المره. والخطير في هذا الشيء كامل هو ان الانسان كيولي عايش بالعقل ديال الناس واحد اخرين وكيدخل في واحد الماتريكس، كلشي كيبان له بصح وحقيقي، ولكن ديك الحقيقه اللي كيشوفها كامله ناقصه، والمعلومات اللي كتوصلك واللي كتكونسومي حتى هي ماشي كامله وناقصه. دابا نرجعوا نشوفوا هذه القضيه ديال هذه الرحله ارتيميس 2. هذه الرحله ارتيميس 2 يعني ارتيميس 2 ما غاداش باش تنزل على سطح القمر، واخا تسمع في الاخبار في الفيديوهات اللي كيدوروا دابا في السوشيال ميديا على ان هذه الرحله غادا للقمر، راه غير غادي تدوز على القمر، وبالتحديد غدوز من الجهه الاخرى ديال القمر اللي ما كتبانش لينا حنايا من الارض. وفي ديك البلاصه قالوا باللي غادي تقطع الاتصال مع المركبه شي ساعه وغادي يرجع الاتصال. Integrity is ready for the event. هادشي اللي قالوا. كون بحال الغربال هضرتي شد شي وخلي شي، وماشي اي حاجه سمعتيها تسيقها. دازت 54 عام بلا حتى شي رحله للقمر، ودابا فجاه رجعات. كاين اللي يقول عادي وكاين اللي غادي يقول كذبه، ولكن الحقيقه ماشي في هذا الجواب، الحقيقه في طريقه التفكير ديالك انت. المشكل ماشي واش وصلنا للقمر، المشكل علاش كتسيق اي حاجه بلا ما تفكر، علاش كتخلي اي فيديو ياثر فيك ويحدد لك الحقيقه ديال اي حاجه، علاش كتخاف يكون عندك راي ديالك. الله عطاك عقل باش تفكر وعطاك قلب باش تحس بالحقيقه، ولكن الا بقيتي غير تابع اي حاجه كتاثر فيك عمرك غادي توصل لشي حاجه. بالنسبه لهذه الرحله ارتيميس 2، علاش ارتيميس 2 ماشي 1 وماشي 3 وماشي 4؟ ضروري تكون سولتي هذا السؤال مع راسك. ايوا سيدي ارتيميس 1 كانت في 2022، حيت لا نازا ضروري كدير الابحاث ديالها وكدير الدراسات ديالها قبل ما تصيفط شي انسان بشي رحله للفضاء، حيت ارتيميس 1 ما كانوش رواد الفضاء، داروا غير لي مانكا. فهاد ارتيميس 2 عاد صيفطوا رواد الفضاء، هادشي الا كانوا مشاو. وهاد ارتيميس 2 راه غير غادي يدوز من حدا القمر كما تشوفوا في هاد الصوره اللي غنحط لكم.
وقالوا باللي جايه رحله الفضاء سميتها ارتيميس 3 سنه 2028. كيقولوا باللي غادي يهبطوا على سطح القمر في هذه الرحله. مع العلم كما كنعرفوا كاملين وكما قالوا لنا هما باللي هبطوا القمر قبل 50 سنه، وديك الرحله معروفه باسم ابولو. ودابا دازت اكثر من 50 سنه. علاش تعطلوا هذا الوقت كامل؟ وعلاش رغم هذا التطور اللي وصلنا ليه ومازال ما كنقدروش كل عام نطلعوا للقمر؟ وبين قوسين هذا التطور اللي كيبان لينا حنا تطور على ما اظن راه تخلف مقارنه مع الحضارات اللي كانوا قبل منا وسبقونا. الا كانوا كيعجبوك بحال هذا النوع ديال هاد الافكار خلي لي كومونتير ونديروا شي فيديو على بحال هاد المواضيع. يمكن دابا مازال كتصور راسك واش هاد الشيء بصح ولا غير كذوب، واش بصح طلعوا للقمر ولا لا، واش الارض مسطحه ولا بيضاويه. هاد الاسئله ماشي سهل تجاوب عليها، ولكن كاينه واحد الحاجه زوينه ومؤكده، الانسان اللي واعي ما كيصدقش اي حاجه بسهوله. دابا خلي عليك هاد القمر وهاد لا نازا وهاد ايلون ماسك وهاد سبيس اكس ونسى العالم كامل وسول راسك واش انت فعلا كتفكر ولا غير كتعيش في الماتريكس. جاوبني في كومونتير وخليك واعي. تهلاو.